إيران تكره المحيط العربي كراهية تاريخية، كما إسرائيل تكره المحيط العربي تماما يعني. ولذلك تتحزم إيران بالفردوسي، كتاب الشاهنامة، كتاب القومية الفارسية. هذا الكتاب لو تقرؤونه يعني لا أتردد بالقول إنه ممكن يسبب لكم القيء. لماذا؟ لأنه يصف العربي بأشنع الأوصاف. يقول فردوسي مثلا أن العربي في الضفة الأخرى هو شارب أبوال الإبل، آكل الجراد، الراحل الوسخ المتسخ. بينما عندنا إحنا في إيران يقول حتى الكلب في أصفهان يشرب من النهر البارد الماء الزلال. حتى الكلب في أصفهان يقول فردوسي أشرف من العربي على الضفة الأخرى. هناك شاعر في إيران له شعبية هائلة بسبب كره هذا الشاعر للعرب، اسمه مصطفى بادكوبة. هذا ألقى قصيدة في بلدية همدان سنة 2013 عنوانها يا إله العرب، يخاطب الله سبحانه وتعالى، لا يقول الله، يقول إله العرب. يقول أنت تتوعدنا يا إله العرب في كتابك. شوف هذول اللي يزعمون أنهم مسلمين، في كتابك تتوعدنا بجهنم وعذاب النار. يقول مصطفى بادكوبة في هذا الكتاب، في هذه القصيدة عفوا، أنا لا مانع لدي أن تلقي بي يا إله العرب إلى قعر نار جهنم، لا مانع لدي، بس لي شرط واحد، أرجوك ألا أسمع حرفا واحدا من اللغة العربية. أنا مستعد أتحمل الشواء في نار جهنم، لكن لا أتحمل سماع حرف من أحرف اللغة العربية، لأني أكره هذه اللغة العربية. يعني إذا بلغت الكراهية إلى هذا الحد لدى الإنسان فمعناها كراهية مرضية. أحمد نجاد رئيس إيران الأسبق عندما زار الفاتيكان وقابل البابا في الفاتيكان، كان المفترض وهو رئيس جمهورية يقول بأنها إسلامية، كان المفترض أن يهدي البابا القرآن الكريم، صح ولا لا؟ لم يهديه القرآن الكريم، أهداه كتاب الشاهنامة لفردوسي الذي يتكلم عن العرب بالصيغة اللي أنا قلتها لكم. أهداه وقال هذا كتابنا يا سماحة البابا، هذا كتابنا في إيران، هذا مرشدنا النظري، هذا دليلنا التاريخي، ولم يهديه القرآن. معنى ذلك أن هذه دولة لا تعترف حتى رسميا بالإسلام كهوية، إنما تعترف بالعصبية المجوسية كهوية.